اليوم غادي نهضروا على سبب سورة الفاتحة، ولكن ماشي السبب التاريخي اللي قريتي في الكتوبة. غادي نهضروا على علاش انت بالضبط محتاج لهاد السبعة الآيات باش تعيش، باش تنفس، وباش تلقى التوازن النفسي ديالك وسط هاد الفوضى. تخيل معايا واحد الدواء كتاخدو 17 مرة في اليوم. تخيل واحد الكود سري الا ما دخلتيهش السيستم ديال حياتك الروحية كله كيتبلوكا. هذه هي الفاتحة. واش عمرك سولتي راسك علاش هاد الصورة بالضبط؟ علاش ماشي البقرة؟ علاش ماشي الإخلاص؟ علاش الفاتحة هي أم الكتاب وهي اللي تختارت باش تكون المفتاح لأي صلاة؟ الجواب كيرجع لواحد اللحظة في بداية الإسلام، لحظة ديال الحيرة وديال البحث على اتصال مباشر مع الله. العلماء كيقولوا أن الفاتحة نزلت في مكة في واحد الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا محتاجين لشي خيط رابط قوي، شي فورمولا شاملة كتجمع معاني العبودية كلها في كلمات معدودة. ولكن السبب الحقيقي، السبب العميق اللي كيعنيك انت اليوم في 2026 هو أن الفاتحة هي الخريطة النفسية للإنسان. أجي نفككوها آية بآية ونشوفوا كيفاش كتعالج النفسية ديالك المريضة بالتوتر والقلق. البداية، الحمد لله رب العالمين. علاش الحمد؟ علاش ماشي الشكر؟ حيت الشكر كيكون غير إلا عطاك شي حد شي حاجة، ولكن الحمد هو أنك كتعترف بالكمال ديال الله في كل الظروف، في الوقت اللي كتكون مخنوق والوقت اللي كتكون فرحان. هنا الصورة كتعلمك قاعدة الامتنان المطلق. علم النفس الحديث كيقول لك الامتنان هو سر السعادة. الفاتحة سبقتهم 1400 عام. ملي كتقول الحمد لله انت كتبرمج عقلك الباطن باش يخرج من دور الضحية ويدخل لدور الممتن، الدور اللي كيشوف النعم وسط النقم. تابع معايا. الرحمن الرحيم. هنا فين كاين الدواء ديال الخوف. بزاف منا كبر بصورة ديال الله اللي كلها عقاب ونار وحساب عسير، وهذا الشيء خلق لنا عقد نفسية وتوتر في العلاقة مع الدين. جات الفاتحة في السطر الثاني مباشرة باش تطمنك. الرحمن رحمة عامة كتشمل كل شيء، المؤمن والكافر. والرحيم رحمة خاصة دقيقة مفصلة على قد ألمك وحاجتك. هاد جوج كلمات هما اللي كيخليوك تحس بالأمان النفسي. بلا أمان ما كاينش استقرار. الله كيقول لك أنا هنا، الرحمة ديالي سبقات غضبي. ومن بعد مالك يوم الدين. هنا كنرجعوا للواقعية. الله يورد استراتيجي كتقول لك كن متوازن. الرحمة كاينة ولكن كاينة المسؤولية. مالك يوم الدين كتعطيك المعنى لحياتك، كتقول لك باللي راها ماشي سايبة. الظلم اللي كتشوفه في الدنيا، الحقرة، الغش، هادشي كله عنده نهار غادي يتحط في الميزان. هاد الآية كتعالج فيك الإحساس بالعبثية. ملي كتعرف باللي كاين يوم ديال الدين أي الجزاء كترتاح نفسيا، حيت كتعرف باللي الحق غادي يرجع لمولاه. هاد التوازن بين الرحمة والمسؤولية هو قمة الذكاء العاطفي. دابا وصلنا للقلب ديال الصورة، الآية اللي كتقسم ظهر الشيطان والآية اللي هي العهد الحقيقي بينك وبين الله. إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظتي؟ ما قلناش نعبدك، قلنا إياك نعبد. التقديم هنا كيفيد الحصر، يعني يا ربي ما كاينش شي باب ندقوا عليه من غير بابك. وهنا فين بزاف منا كيفشلوا، كنقولوها بلساننا ولكن بقلوبنا كنعبدوا الأسباب، كنعبدوا البشر، كنعبدوا المال، كنعبدوا اللايكات والقبول الاجتماعي. وإياك نستعين هذه هي الضربة القاضية للكبرياء ديالك. الإنسان المغربي اليوم بحد أي إنسان عصري مريض بالأنا، كيسحب ليه باللي هو اللي صانع راسه، هو اللي جاب الرزق بذكائه، هو اللي حل المشاكل بقوته. الفاتحة كتجي كتفيقك بصفة خفيفة. فيق، راه بلا العون ديال الله انت والو. الاستعانة هي أنك كتعلن الإفلاس ديالك من الحول والقوة وكتلتاجأ للقوة المطلقة. تخيل الراحة النفسية ملي كتهز الحمل من كتافك وكتحطو بين يدين الله. هذه هي وإياك نستعين. ومن بعد هذا العهد كيجي الطلب الوحيد، الطلب الكبير، اهدنا الصراط المستقيم. علاش الهداية؟ علاش ما قلناش عطينا الفلوس ولا عطينا الصحة؟ حيت إلا عندك الهداية عندك كل شيء، وإلا مشات لك الهداية مشالك كل شيء، واخا تكون عندك كنوز الدنيا. الصراط المستقيم هو الطريق المختصر، هو الطريق اللي ما فيهش عوجاج. في وسط هذا العالم اللي كله تشويش وكله أفكار وكله إيديولوجيات وكله فتن، انت تالف، انت محتاج GPS رباني. اهدنا
ماشي غير ورينا الطريق، ولكن وصلنا وثبتنا فيها. والختام: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا كترسى في ذهنك القدوة، انت ماشي بوحدك، انت باغي تلتحق بالفريق الناجح، الأنبياء الصديقين، وكتطلب الحماية من جوج أمراض خطيرة: المرض ديال المعرفة بلا عمل، المغضوب عليهم، والمرض ديال العمل بلا معرفة، الضالين. هذا التفصيل الدقيق كيحميك من التطرف وكيحميك من الجهل. دابا واش عرفتي علاش الفاتحة؟ حيت هي الشفاء، حيت هي الكافية. الرسول صلى الله عليه وسلم سماها الرقية. واش فراسك باللي الفاتحة كتقرا على المريض وكيبرى بإذن الله؟ علاش؟ حيت ملي الروح كترتاح وتتصل بمولاها، الجسد كيستاجب للمناعة. الفاتحة كتعاود ترتيب الخلايا ديالك بالذبذبات ديال كلام الله. والأجمل من هادشي كله هو الحوار. فكرتي فيها؟ في كل مرة كتقرأ الفاتحة الله كيجاوبك. في الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى كيقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ملي كتقول الحمد لله رب العالمين، الله كيقول من فوق 7 سماوات: حمدني عبدي. ملي كتقول الرحمن الرحيم، كيقول أثنى علي عبدي. ملي كتقول مالك يوم الدين، كيقول مجدني عبدي. وملي كتوصل لإياك نعبد وإياك نستعين، كيقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. واش كتحس بهذا الحوار ملي كتكون كتزرب في الصلاة باش تمشي تتفرج في الماتش ولا تقلب التليفون؟ المشكل ماشي في الفاتحة، المشكل في الريزو ديالك اللي طايح. انت كتقرا الحروف ولكن ما كتستناش الجواب. السبب ديال الفاتحة هو أنها تدارت باش تكون جلسة علاج 5 مرات في اليوم. تدارت باش تفكرك شكون انت، عبد، وشكون هو الرب، وشنو باغي، الهداية. سبب نزولها الحقيقي هو حاجة البشرية لدستور مختصر. القرآن فيه 114 سورة، فيه آلاف الآيات، صعيب تستحضر القرآن كله في كل لحظة. ولكن الفاتحة 7 الآيات جمعت لك العقيدة والشريعة والأخلاق والقصص والمصير. هي القرآن العظيم اللي تعطى للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف، الحياة في المغرب وفي العالم كله ولات صعيبة. الضغط النفسي، الجري مور الخبزة، العلاقات اللي ولات معقدة. وسط هاد الروينة، الفاتحة هي داك الريسيت بوطون اللي كنوركو عليه باش نرجعوا للإعدادات الأصلية. إلا صلاتك ما فيهاش خشوع، بدا غير بالفاتحة، ركز غير فيها، أعطيها حقها، كل كلمة وقف عليها وذوق الحلاوة ديالها. المرة الجاية ملي توقف بين يدين الله وتقول الحمد لله رب العالمين، تفكر باللي انت كتخاطب ملك الملوك، وباللي هو كيسمعك وكيجاوبك. تفكر باللي هاد الصورة هي الحبل اللي طالقوا لك الله من السماء للأرض باش تشد فيه وتنجا. ما تبقاش تقراها بحال شي روتين ممل، قراها بحال شي واحد غارق ولقى طوق النجاة. الفاتحة هي المعجزة اللي بين يديك وما عطيهاش قيمة. هي السلاح النووي ضد الاكتئاب وضد التيه وضد الخوف من المستقبل. السبب علاش هي كاينة هو باش انت ما تكونش بوحدك، باش في كل ركعة تجدد البيعة وتجدد الأمل وتجدد الطاقة. سورة الفاتحة ما نزلاتش باش تحفظ وتعرض في المدارس، نزلات باش تتعاش، نزلات باش تكون هي النضاضر اللي كتشوف بهم الدنيا. إلا بدلتي نظرتك للفاتحة، حياتك كلها غادي تبدل. جرب في صلاة العشاء ديال اليوم، قراها بقلبك قبل لسانك وشوف الفرق. تهلا في راسك وما تنساش، الصراط المستقيم كيبدا بخطوة، والخطوة كتبدا بإياك نعبد وإياك نستعين.